السلام عليكم الشيرات، كي راكم دايرين؟ نتمنى كاع خواتاتي تكونوا بخير وعلى خير. يا درا كي راكم دايرين مع رمضان؟ كي راكم دايرين مع الصيام مع التعب؟ غالبين ولا مغلوبين؟ اليوم جيتكم بهذه التحليه من اروع ما يكون، سهله ما تكلفكمش الكثير وتحضريها ليه. بقوا معايا الشيرات حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا كل التفاصيل وفرجه ممتعه. لتحضير التحليه تاعي ديت هنايا 1 لتر تاع حليب بارد، درت له 5 مغارف نتاع السكر. اذا كنتو تعمروا المغرف تاعكم بيان ديروها بومبي دو غير ربعه، انا ما كنتش نعمرها بزاف، درت 5 مغارف تاع سكر وراح نزيد معاهم 5 مغارف نتاع لا مايزينا. ثاني المغرف ما كانتش بومبي بزاف، عادي كنت ندخلها في المايزينا قد اللي رفداته. ندير 5 مغارف. غادي نخلي لكم الشيرات، انا هنا مضاعفه المقادير، موالفه ندير غير نصف لتر تاع حليب. تالمو هاد التحليه بنينه بزاف ومطلوبه بزاف عند العائله تاعي وما يقنعوش بان سول باغ، كل واحد يبغي ياكل ويزيد. ضاعفت لهم المقادير. غادي ان شاء الله نخلي لكم مقادير تاع نصف لتر مكتوبه في اخر الفيديو. كيما راكم تشوفوا الشيرات، درت لتر تاع حليب، 5 مغارف سكر، 5 مغارف مايزينا، زيدوا لها رشه تاع لافاني. انا ما عنديش لافاني ما درتش. خلط كلشي بارد في بارد حتى يذوب السكر وتذوب لا مايزينا، ونديرها فوق النار ونبقى نخلط فيها، ما نحبسش عليها تحرك حتى تنسجم ونتحصل على خليط ثقيل. كي نشوف خواتاتي الخليط تاعي ولا بهذا القوام، نقلعها من فوق النار، نوخرها دو كوتي ونزيد لها 100 غرام تاع شيكولا بيضاء. ماذا بكم تستعملوا نوعيه جيده باش كي تكون الشوكولا تاعكم بنينه التحليه تجي بنينه. انا بالنسبه لي استعملت شوكولا تاع الوجدان، راهي غنيه عن التعريف، بنينه بزاف. ومادام الخليط تاعي حامي نزيد له الشوكولا ونبقى نحرك حتى تذوب شوكولا في الخليط. اذا كنتو دايرين نص لتر تاع حليب ديروا غير 50 غرام تاع شوكولا. كما قلت لكم راني مضاعفه المقادير، وغادي نخلي لكم مقادير ان شاء الله مكتوبه في اخر الفيديو، غير قعدوا معايا حتى التالي باش تشوفوا كل التفاصيل. ايوا هنا كي توصلوا لهذه المرحله نجيب لي فيغين تاوعي ولا كؤوس تقديم ونبدا نفرغ في الخليط تاعي غير بالعقل، ما تعمروش حتى الفوق، ديروا النص، تنجموا تروحوا حتى 3 ارباع باش تخلوا البلاصه للطبقه الثانيه والطبقه الثالثه. كما راكم تشوفوا انا درت 1 لتر، عطاتني كميه ما شاء الله، عطاتني واحد القريب تاع 10 تاع لي فيغين متوسطين، ماهمش كبار وماهمش صغار بزاف. نخلي الكؤوس تاعي يبردوا شويه غير واحد 10 دقائق ولا ندخلهم للمجمد ونعاود نخرجهم غير باش تتماسك هذيك الطبقه. ومن جهه واحده اخرى هنايا جبت لي فخاز تاوعي كنت غاسلتهم ونقطعهم، تبغوا ديروا دوائر ولا ديروا قطع صغيره، وندير طبقه فوق هاد الكريمه البيضاء، ندير طبقه نتاع الفراوله. يا الشيرات ولا غير جربوها، حاجه بنينه بالبزاف ما تندموش عليها ان شاء الله. راكم عارفيني وهذا التحليه سبق لي وكنت دايرتها في قناتي الاولى، تعرفوني وصفه كي نقعد نديرها ونعاود عرفوها باللي راهي نالت استحسان كبير عند العائله تاعي وراهم يطلبوها مني بكثره، هذاك علاش عاودتها. وهنايا نفوت لتحضير الطبقه الثالثه تاعي. جبت هنايا 2 كيسان تاع الماء بدرجه حراره المطبخ من الغوبيني عادي، ضفت له 5 مغارف تاع فلون بذوق الفريز. اذا كان متوفر عندكم تاع العلبه يكون احسن، انا ما لقيتش تاع العلبه، راني دايره غير تاع الميزان. درت له 5 مغارف ودرته فوق النار حتى غلا، من بعد قلعته من فوق النار وزدت له مغرف صغيره تاع باتاغون بذوق الفريز. ننصحكم بخواتاتي كي ديروا باتاغون حتى تقلعوه من فوق النار، ما ديروهاش وهو فوق النار، تطلق لكم واحد المراره في الديسير تاعكم، راني مجربتها شحال من مره. ونجيب هنايا لي فيغين تاوعي ونبدا غير بالعقل ندير طبقه حتى نغطي هذيك لاكوش تاع لي فخاز، ما ديروهاش على ضربه واحده باش ما تخسر لكمش الطبقه التحتانيه الطبقه البيضاء تاع الكريمه، غير بالعقل كيما راكم تشوفوا حتى نغطي كاع هذيك لاكوش تاع لي فخاز. وندير التحليه تاعي تبرد واحد 2 سوايع ولا 3 حتى تتماسك، وراح نوريها لكم جاهزه. وهاهي الشيرات التحليه تاعي كؤوس الفراوله، حاجه طوب بنينه بالبزاف، تحمر لكم وجهكم، مقادير اقتصاديه ما تكلفكمش الكثير. وصلت لنهايه الفيديو تاعي، اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاعجابات والتعليقات، بارطاجوا الفيديو مع العائله والاصدقاء، تهلوا لي في رواحكم، الى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله.